ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك في طبيعة الموجودات؟ أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق، ليه في جمال، ليه في قبح، خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلاسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بيكم في كلام فلسفة. الحلقة السادسة: المعرفة في الفلسفة الإسلامية. تخيل إنك طفل رضيع عمره أيام، والدتك واقفة بتبكي وهي بتودعك بنظراتها بعد ما حطتك في سلة طافية في البحر. بصلها كويس، لأن دي هتكون آخر مرة تشوفها فيها. هترسى السلة بيك على شط جزيرة مهجورة ما خطتهاش رجل بشر قبل كده. الجوع هيخليك تبكي قبل ما غزالة في الغابة تسمع صوت بكائك فتظن إنك ابنها التايه. هترضعك وتشربك وتعتني بيك، هتبقى ابنها الغريب من اللحظة دي. عمرك دلوقتي 10 سنين، ما تعرفش غير لغة الحيوان، عايش في الغابة زي باقي الحيوانات اللي أصبحوا أهلك وكل اللي تعرفه. معرفتك بالكون المحيط معرفة نقية ما فيهاش تدخل بشري. كبرت أمك الغزالة وضعفت، في لحظة هتغمض عينيها وتنام، لكنها مش هتقوم تاني. هتحاول تصحيها لكنها ما تستجبش، هتحاول تفتح عينيها لكنها جامدة وما بتتحركش. شكلها سليم قدامك، عقلك هيقودك إن سبب علتها لابد إنه يكون بداخل جسمها. هتفكر لو شقيت صدرها ممكن تلاقي سبب العلة وتعالجها. هتشق صدر الغزالة فعلا، هتشوف قلبها جامد ما بينبضش. بعد محاولات كتير هتكتشف إن مفيش فايدة. هتكتشف إن الجسم ده مجرد وسيلة، لكن الشخص نفسه شيء تاني من مادة تانية بيستخدم الجسم كوسيلة عبور في العالم ده. هيزيد يقينك إن أمك الغزالة رحلت عن جسمها إلى الأبد، وأصبحت دلوقتي وحيد. الزمن مر وعمرك دلوقتي بقى 50. قضيت حياتك في الجزيرة معزول، عايش حياة راهب. تأملاتك في الوجود هتهديك إن لكل شيء علة، وعلة الكون لابد إنها مسبب أكبر وأعظم وأنقى. المسبب ده لابد إن يكون ملوش صفات مشابهة لأي شيء في الكون. وشخصياتنا الحقيقية اللي بتستعمل أجسامنا كوسيلة في العالم الحالي لابد إنها بترحل لعالم تاني عند المسبب الأول. في يوم من الأيام لأول مرة في حياتك هتشوف إنسان شبيه بيك على الجزيرة، جه على شيء طافي في البحر. هينزل على شاطئ الجزيرة، هتشوفه هو واقف ثابت ما بيتحركش ثواني قبل ما يركع، وبعدين يسكت زي ما يكون بيتعبد لشيء. هتقرب منه، هيخاف ويحاول يهرب منك. هتقبض عليه قبل ما تكتشف إنه مجرد شيخ عجوز بيرتعد من الخوف. مر الوقت بسرعة وتوطدت العلاقة بينكم. علمك لغة البشر، عرفك إنه في مسبب أول للكون البشر بيطلقوا عليه إله، وبعت رسل حملة لرسالته على الأرض. هتفاجئه وتقول له إنك وصلت للمعرفة دي لوحدك بالتأمل والتعبد لسنين طويلة. صديقك الجديد مبهور بالمعرفة اللي انت وصلت لها لوحدك. هيطلب منك إنك تروح معاه لمدينته عشان ترشد الناس للمعرفة الإشراقية الحقيقية. بعد ما توصلوا لبلده وتحكوا للناس المبهورة حكايتك، هتبدأ تلاحظ إن الناس بالرغم من معرفتها بالمسبب الأول، إلا إن المعرفة دي مختلطة عليهم،
فبدل ما يتعبدوا وينزهوا نفسهم عن الصفات البشرية مشغولين بأمور الحياة الدنيوية، وبيدوا المسبب الأول صفات دنيوية آدمية لأنهم بيقروا النصوص الإلهية قراية حرفية. هتحاول تخطب في الناس وترشدهم للمعرفة الحقيقية وإن المسبب الرئيسي ملوش أي صفات آدمية. الناس هتبدأ تغضب منك ومن أفكارك العجيبة المخالفة لقرايتهم للنصوص. يا ترى هتعمل إيه دلوقتي؟ تعيش وسط الناس بمفهومهم الضيق للمسبب الأول؟ ولا ترجع تاني لخلوتك في الجزيرة المعزولة ناسك متعبد للإله؟ دي قصة ابن طفيل الشهيرة حي بن يقظان، اللي أنا متأكد إنك لو ما كنتش قريتها قبل كده على الأقل شفتها على شاشات السينما في قصة روبنسون كروزو أو طرزان. حي بن يقظان قصة رمزية عن الإنسان وعلاقته بالكون والدين وأدوات وصوله للمعرفة وأنواع المعرفة اللي ممكن يوصلها بعقله. الأفكار الفلسفية دي بدأت قبل ابن طفيل عند أوائل فلاسفة العرب. فكرة التوفيق بين الفلسفة والدين فكرة أصيلة في جوهر الفلسفة الإسلامية، واللي بدأت جذورها الحقيقية عند أبو الفلسفة العربية الفيلسوف العربي الكندي، أول فيلسوف من أصول عربية. هدف الكندي الأول من الفلسفة كان معرفة المسبب الأول، الله خالق الكون. لكن هدفه الثاني كان إثبات نظرية الخلق الميتافيزيقي أو الخلق من لا شيء، وإن الكون غير أزلي. التحدي كان إيه مصادر المعرفة اللي ممكن يستخدمها لتحقيق الأهداف دي. الكندي هيفرش أرضية من الفرضيات المعرفية قبل ما يبدأ في الدخول للمسائل الميتافيزيقية أو الغيبية. هيقترح إن إدراك البشر المعرفي نوعين: إدراك عن طريق الحواس ومعرفة مكتسبة عن طريق العقل. والموجودات نوعين: محسوسات نقدر نوصلها عن طريق حواسنا، ومسلمات موجودة في عقولنا. الإدراك الحسي بيتم عن طريق اتصال الحواس بالشيء المحسوس في العالم الخارجي. وبما إن الأشياء المحسوسة في حالة تغير دائم وحركة دائمة، إذن المعرفة المبنية على الحواس غير ثابتة وبتعتمد بالدرجة الأولى على الشخص المستقبل للمعرفة دي. الحواس بتاخد صور للأشياء المحسوسة وتبعتها لعقلنا اللي هيجمعهم في خيال الشخص وبعد كده يخزنهم في الذاكرة. وبالشكل ده اعتقد الكندي إن الأشياء المحسوسة بتكون متمثلة في نفس الإنسان، وعلشان كده بتكون أقرب للشخص المستقبل وأبعد عن طبيعة الشيء المحسوس الحقيقية، وكمان بتكون عرضة للعوامل المساعدة والمؤدية للإدراك وقتها. الأفكار دي مش غريبة عليك، الأفكار دي احنا اتكلمنا عنها قبل كده في حلقة أفلاطون. الكندي أدرك إن المعرفة المكتسبة عن طريق الحواس أو الإدراك الحسي مش هتساعد على تحقيق المعرفة الفلسفية الحقيقية، بما إن هدف الفلسفة على الأقل من وجهة نظر الكندي هو معرفة المسلمات زي الروح، العدم، الوجود أو الله. العقل مؤهل للوصول للمعرفة الفلسفية عن طريق التعامل مع المسلمات أو اليونيفرسالز. المعرفة دي بتفوق المعرفة المكتسبة عن طريق الحواس، لأنه من الممكن تأكيدها وإثبات حقيقتها عن طريق الأفكار المنطقية اللي بالضرورة صحيحة. يعني مثلا الكندي ادى مثال: إذا كان للكون كيان فالكيان ده إما غير محدود في الكم أو محدود في الكم. الكون لا يمكن أن يكون غير محدود في الكم، إذن الكون محدود في الكم. الكندي وصل لأن الكون محدود في الكم في الحجة دي بناء على استنتاج عقلي ضروري مفيش مفر منه بالمنطق، وده نوع من الحق نقدر نوصل له عن طريق العقل مش الحواس. زي ما قال الكندي: المعرفة المكتسبة عن الحواس ليست ضرورية وإنما احتمالية. وعشان كده اعتقد الكندي إن العقل هو أفضل أداة لدراسة الغيبيات، لأن الحواس لها مجال محدود للمعرفة وهو العالم الطبيعي المحيط بينا، لكن العالم الغير محسوس زي الروحانيات أو حتى الحقائق الرياضية كلها مجال للبحث والحجج العقلية مش الحواس. الكندي قدر يوفق بين العقلانيين والتجريبيين، لأنه أدرك أهمية العلوم الطبيعية زي الفيزياء والعلوم المجردة زي الرياضيات بالإضافة للغيبيات للوصول للحقيقة. كمان الكندي اعتقد إن في أنواع مختلفة من الأشياء،
وبالتبعية بنى فرضيته إنه في مجالات مختلفة من المعرفة وأدواتها للبحث في طبيعة الأشياء دي. يعني البحث في اللغويات، الرياضيات أو الغيبيات مختلف عن البحث في الطبيعة المحيطة بينا. في الأولى العقل هو الأداة المناسبة، أما في الثانية الحواس هي الأداة الأنسب. قال فيلسوف العرب الكندي أنه ينبغي ألا يطلب في كل مطلوب المعرفة البرهانية، لأن البرهان لا يكون إلا في بعض الأشياء، ولأنه لا يمكن أن يكون لكل برهان برهان، ولكل سار ذلك إلى غير نهاية، واستحال العلم على الإطلاق. فلا ينبغي أن نطلب في العلم الرياضي إقناعا، ولا في العلم الإلهي حسا ولا تمثيلا، ولا في أوائل العلم الطبيعي قياسا، ولا في البلاغة وأوائل البرهان برهانا. وتؤدي مخالفة هذه القاعدة إلى ضلال كثير من الباحثين. ده كان جزء من رسالة الكندي في الفلسفة الأولى. لو كان الكندي اقتصر على وسيلتين بس للمعرفة، الحس والعقل، الفارابي أضاف وسيلة ثالثة وهي المتخيلة. الفارابي قال إن في معرفة حسية، معرفة عقلية، وكمان معرفة خيالية. المعرفة الحسية عند الفارابي مركبة من جزء بدني اللي بتحتك فيه الحواس مع الشيء المحسوس، وجزء نفسي وهو إدراك الشيء المحسوس. يعني مجرد إحساسك بالشيء عن طريق الحواس مش معرفة، لأن الإدراك بالنفس مطلوب للمعرفة الحسية دي علشان تكتمل. فكر كده، أحيان كتير بتكون سرحان لكن حواسك ما زالت بتحتك بالعالم المحيط بيك، مع ذلك بتكون غير واعي بوجود الأشياء دي، لأن الإدراك مطلوب علشان تكتمل المعرفة الحسية. الفارابي بيفسر إن بعد استقبال الحواس الخمسة للشيء المحسوس، المحسوسات دي بتتجمع وتتخزن في المتخيلة أو الذاكرة. حتى لو كنت غايب عن الشيء المحسوس ما زلت بتقدر تسترجع المعرفة الحسية دي. الفارابي اعتقد إن تجمع الحواس والمخيلة بيكون في القلب، ومشي في ده على نهج أرسطو. أما المعرفة العقلية عند الفارابي فهي إما معرفة بالأشياء اللي ملهاش وجود مادي زي الرياضيات، أو المعرفة بالأشياء اللي ليها وجود مادي زي الفيزياء والطبيعيات. من هنا الفارابي حدد 3 أنواع للعقل: العقل الفعال، العقل بالقوة، والعقل المستفاد. الأسماء ممكن تكون غريبة شوية عليك، لكن المفاهيم حقيقي بسيطة. العقل الفعال هو موجود ميتافيزيقي، تقدر تعتبره الله أو المفاهيم الأولية اللي بيشترك فيها كل البشر، زي الطول، الحجم، الوزن أو الجمال. في كلا الحالتين الفكرة هي المبدأ الأول والأصل للمعرفة الكاملة. أما العقل بالقوة هو نفس الإنسان في حالة الجهل، كل اللي بتملكه الحواس. أما العقل المستفاد هو نتيجة إن العقل بالقوة استفاد من المبادئ والأفكار الأساسية في العقل الفعال، وكون معاني وأفكار وإدراك حول الأشياء. كأن العقل الفعال هو الشمس، والعقل بالقوة هو العين اللي محتاجة نور الشمس علشان تقدر تشوف الأشياء وتدرك حقيقتها. العقل الفعال عند الفارابي هو بالظبط نفس فكرة المسلمات عند أفلاطون اللي اتكلمنا عليها قبل كده. أما المعرفة المتخيلة عند الفارابي فهي المعرفة اللي بتحصل في الأحلام أو من خلال الوحي، وهي المعرفة المكتسبة عن طريق الحواس واللي اتخزنت في المتخيلة قبل كده، وتعيد المتخيلة إفرازها خلال النوم وتحاكي بيها المعرفة الحسية. أما في حالة الوحي الأمر أكتر تعقيد من كده، لكنه بيعتمد على نفس الفكرة. في حالة إن النفس وصلت لمرحلة من الكمال والصفاء بيبقى عندها القدرة في حالة اليقظة إنها تستدعي محسوسات من المتخيلة وتدركها كما لو كان ليها وجود، بالرغم إنها مش موجودة في الواقع. الفارابي كان أول من قدم محاولة تفسير لظاهرة النبوة والأنبياء. فالنبي في نظرية الفارابي بيتلقى الوحي من العقل الفعال، ملاك من الملائكة الإلهية. اتصال بالعقل الفعال بيتم عن طريق المخيلة مش عن طريق العقل الواعي. وده اللي بيميز النبي عن الفيلسوف في وجهة نظر الفارابي، إن المعرفة اللي بيحصل عليها النبي بتتم بالاتصال بالعقل الفعال أو الإله عن طريق المخيلة. أما الفيلسوف بيتحصل على المعرفة دي عن طريق الاتصال بالعقل الفعال أو الله عن طريق العقل.
ابن سينا هيرسخ مفاهيم المعرفة ووسائلها، وهيدي الأفكار الكندي والفارابي عمق أكبر وبعد جديد. فهيحدد المعرفة بأنها الإدراك، وإن الإدراك هو تمثل الإنسان حقيقة الشيء. فالإنسان هو المدرك، والموضوع أو الشيء هو المدرك، والتمثل أو الحضور بالنفس هو العلاقة بينهم. ابن سينا هيضيف نوعين تانيين من المعرفة لأنواع المعرفة الثلاثة اللي حددها الفارابي قبل كده، وهما التوهم والإشراق. التوهم هو إدراك المعاني المجردة غير المحسوسة، والإشراق هو نوع من الإلهام بيحصل لما يتصل العقل بالعقل الفعال أو المسبب الأول ويستقبل منه المعاني والصور مباشرة. المعرفة الإشراقية دي بتتحقق عند الصوفية بشكل واضح، واللي فيها بيتخلص الصوفي من عبء الجسم التقيل وينقي نفسه، فيوصل إلى تمثل الحق والجواهر العقلية والروحانية، ويشتاق إلى المسبب الأول ويمر بمقامات ودرجات العارفين. الفلسفة الصوفية موضوع طويل هنتكلم فيه بالتفصيل في مجموعة حلقات منفصلة. ابن سينا اتكلم بالتفصيل عن أنواع المعرفة الخمسة في رسالة في الحدود ورسالة في العقول، اللي انصحك بقرايتهم لو حابب تتعمق في نظرية ابن سينا عن المعرفة. مرينا بسرعة على فلسفة 3 من كبار فلاسفة الإسلام حول فكرة المعرفة. ابن سينا في خلال محنة سجنه اللي هنتكلم عنها في حلقة تانية أنشأ قصة حي بن يقظان للمرة الأولى في التاريخ. أعاد بناء القصة بعد كده شهاب الدين السهرودي، وبعدها كتبها الفيلسوف الأندلسي ابن طفيل. القصة بتمثل العقل الإنساني اللي غمروا نور العالم العلوي، فوصل لحقائق الكون والوجود بالفطرة والتأمل بعد وصول الإنسان ليها عن طريق النبوة والوحي. حي بن يقظان بيقرر إنه يرجع للتأمل والتعبد على جزيرته المهجورة بعد ما نفر الناس من المعرفة الإشراقية اللي وصل لها بالفطرة خلال عزلته الأولى. ودلوقتي تفتكر إن في نوع من المعرفة ممكن نوصل له بدون حواسنا أو عقلنا؟ نوع من المعرفة بنوصل له باتصال خاص مع المسبب الأول والقوى العليا. المبدعين دايما بيتكلموا عن وحي الإبداع ولحظات الإلهام اللي ملهمش سيطرة عليها. يا ترى هي دي المعرفة الإشراقية اللي اتكلم عنها ابن سينا؟ وفعلا لو نقيت نفسك من الدنيويات وارتقيت بروحك هتقدر توصل في يوم من الأيام للاتصال بالعالم العلوي وتحصل على المعرفة الإشراقية؟ ولا هتفضل إنسان عادي بيستقبل معرفته عن طريق الحواس والعقل بس؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هتكون ضحية جريمة قتل. هتعتقد بوجود حد عاوز يقتلك، لكن مش هتقدر تثبت لحد وجود القاتل ده قبل ما يضرب ضربته الأخيرة ويموتك. يا ترى اعتقادك بوجود القاتل ده نوع من المعرفة؟ وإيه هو الفرق بين الاعتقاد والمعرفة؟ وإيه هي الحدود الثلاثة لنظرية المعرفة؟ عن الاعتقاد، إشكالية جيتر، والنظرية الثلاثية للمعرفة هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة فلسفة.